من منا لا يحب شخصية مارفل الشهيرة ايرون مان وذكاء توني ستارك والمساعد الصوتي لهذا العبقري جارفيس، اليد اليمنى لتوني ستارك. من يوم شفت الفيلم هذا وانا مهووس بفكرة التحدث الى شخصية ذكية تساعدك في بعض الامور الحياتية وايضا تكون فرد من افراد المنزل، ومن وقتها وانا عندي شغف واهتمام بامتلاك شيء زي هذا في المنزل. فكرة المساعد الصوتي مش جديدة، شفنا سيري على اجهزة الماك وجوجل اسيستنت على اجهزة الاندرويد وكورتانا مساعدة الماستر تشيف على نظام تشغيل المايكروسوفت وايضا منصاتها الاكس بوكس. بس في الفيديو هذا حنتكلم على مساعد صوتي قدمته شركة امازون باشكال واحجام مختلفة، وكانت البداية شهر 3 2014 واول منتج كان امازون ايكو جينيريشن 1، واسم المساعد الصوتي لهذه الشركة أليكسا. والحقيقة اخترته بناء على اختيار شخصي وبحث ومقارنات، يعني في الفيديو هذا مش حنقول ان أليكسا الافضل وممكن يكون في مساعد صوتي افضل منها، بس عن نفسي نعتبر فيها هي الوحيدة اللي لما تتكلم معها تحس روحك تتكلم مع شخصية حقيقية، مع دعمها للغة العربية بشكل جيد جدا، ناهيك على ان تقدر تحمل مهارات اضافية وايضا تتحكم في روتين يومي معين حسب الاعدادات يلي تناسبك، زي مثلا تعلمها تشغل الاذان في وقتها حسب مكانك الجغرافي. حيتم تقسيم الفيديو الى 4 اقسام، واول قسم هو تفريغ محتوى احد منتجات امازون للمساعد الصوتي لديها أليكسا، وهذا المنتج هو أليكسا إيكو دوت الجيل الخامس يلي يعتبر أحد أحدث منتجات أمازون حتى هذه اللحظة. صندوق الجيل الخامس يحتوي على سمارت سبيكر بشاشة تفاعلية وباور أدابتر، وتأتي ب3 ألوان، الفحمي والأزرق الداكن واللون الأبيض الجليدي. القسم الثاني وحيكون مخصص للمواصفات الفنية وذلك بمقارنتها بالجيل السابق، وأول الفروقات أن الجيل الخامس يحتوي على شاشة تفاعلية تظهر الوقت على مدار اليوم، اسم الأغنية يلي يتم تشغيلها على سمارت سبيكر، ودرجة الحرارة لأن هذا الجيل الخامس لديه مستشعر لقياس درجة الحرارة، وأيضا الإكسلروميتر أو مقياس التسارع، بمعنى أن الجيل الخامس قادر على التحكم به عن طريق التاب انتراكشن، التفاعل بالنقر، إما لتأخير منبه قيلولتك أو استيقاظك في الصباح أو لإيقاف الأغاني، وهذه الميزة غير موجودة في الجيل الرابع من الإيكو دوت. الجيل الخامس يحتوي على ووفر سايز 1.73 بينما الجيل الرابع 1.6، وكلاهما يحتوي على 4 أزرار في الأعلى ليهم نفس الخصائص. القسم الثالث عملية تشغيل أليكسا وربطها على الشبكة. عملية تشغيل أليكسا وربطها سهلة وبسيطة، تحتاج لتحميل أليكسا آب على سمارت فون ومنها تربط أليكسا بالشبكة المنزلية، وتقدر تربطها بحسابك على سبوتيفاي أو أمازون ميوزك حتى تعطيها الإمكانية لتشغيل الأغاني على الإيكو دوت، وتقدر عن طريق أليكسا تتحكم بمنتجات على الشبكة المنزلية وتضيفهم منفردين أو على هيئة مجموعة. على سبيل المثال أعطيت الصلاحية لأليكسا أن تتحكم في الجوفي باك لايت وايضا الجوفي بارز والتيبي لينك راوتر والجوفي بالب المخصصة حشاكم للحمام، وسهلت عليها هالبلحق، وتقدر تربطها بسمارت تي في وتتحكم في كل شيء بالاوامر الصوتية. والهدف من اشراك أليكسا داخل المنزل هو لتحويل المنزل الى شبه ذكي، وجاري العمل على ذلك. القسم الرابع، هذا القسم مخصص لتجربة المنتج والأوامر الصوتية، والحق أنا مخليها على اللغة الإنجليزية، منا نحسن لغتي ومنا نفرض على روحي وضع معين يعطيني حافز إن نخلق محادثة حية مع ذكاء اصطناعي نستخدم فيها كلمات جديدة بطريقة مختلفة، بس في الفيديو هذا هنحاول نخليها تتكلم عربي. أليكسا، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. أليكسا، من أنت؟ أنا أليكسا، تقدر تطلب مني أشغل أغانيك المفضلة وأجاوب على أسئلتك وأعطيك معلومات الجو ونتائج المباريات وأشياء كثيرة غيرها. أليكسا، كيف حالك؟ أنا سعيدة بسماع صوتك. أليكسا، كيف الجو بالخارج؟
درجة الحرارة الحين 28 درجة مئوية مع جو صافي. توقع خلال الليل نفس الجو ودرجة حرارة صغرى 21 درجة. أليكسا، احكي لي قصة. شهر الخير. كانت لينا وأخوها عبد الله متحمسين لرمضان مرة، قرروا يجهزون من بدري كل الأشياء اللي يحتاجونها في البيت. أليكسا، نبي نعرف معلومات عن الحج. الحج في الإسلام هو حج المسلمين إلى مدينة مكة في موسم محدد من كل عام، وله شعائر معينة تسمى مناسك الحج، وهو واجب لمرة واحدة في العمر لكل بالغ قادر من المسلمين. أليكسا، من بطل تشامبيونز ليج هذه السنة؟ إليك إجابة من مستخدم أليكسا أنسرز قمت بترجمته. فاز بدوري أبطال أوروبا الذي حصل على كأس أوروبا هذا العام من قبل فريق مانشستر سيتي الذي تغلب على الإنتر بهدف واحد مقابل 0. أليكسا، switch off smart TV. Okay. أليكسا, good night. Okay. Alexa, play Soccer for Pain. Okay. Sucker for Pain, Explicit, by Lil Wayne, Wiz Khalifa and Imagine Dragons, featuring Logic and others on Amazon Music. I torture you, take my hand.